صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء، هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا، أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا. إذا لم تكتمل المعلومة على المنبر وأراد الخطيب أن يتمها أتمها بدرس، ربما لا يجد الناس في غير هذا الوقت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأنا ممن يطيل الخطبة، فقد وقفت نحو ساعة، قلت لعلي لا أجعل درسا بعدها، وكنت منذ فترة ليست بالقصيرة بدأت أهيئ نفسي هكذا على أن تكون الخطبة بدون درس، وأكمل المعلومة ولو على سبيل الاختصار أو الإجمال، حتى ولو وقع في الخطبة شيء من التطويل، ثم أدع الناس لراحتهم، لأن الناس كثير منهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة، فأقول أتمم لهم المعلومة قبل أن ينصرفوا، وربما لظروف صحية، وربما ونحن في رمضان، ربما تجدوني بعد العصر في مسجد الجلاء في درس آخر، وبعد العشاء في مسجد ثالث، لكن على كل حال أعلن عن هذا الدرس، فنقول فيه معلومة من جنس ما كنا نقول، وهو أنه وإن كنت حدثتكم في النصف الأول من الخطبة عن العشر الأواخر من رمضان والانتباه لهذه العشر من باب لكل مقام مقال، وأننا على وشك هذه العشر الأواخر، ونذكر الناس بما فيها من اجتهاد، وما فيها من اعتكاف، وما فيها من ليلة قدر، وما فيها من خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. احنا محتاجين إلى وجوه الخير هذه، سيما الخير الذي ينبغي أن يذهب لإخواننا في المجاعة في الصومال، وفي خير مرتبط بالفقراء والمساكين وزكاة الفطر مع نهايات العشر الأواخر من رمضان. وإن كنت لم أشر إليها في الخطبة، لأنه ستأتي خطبة أخرى إن شاء الله في رمضان هي الرابعة، فهذه الثالثة الموافقة ل19 من رمضان، وهناك الرابعة التي تأتي لابد أن يشير فيها الخطيب إلى زكاة الفطر وأنصبتها وما ينبغي أن تكون، لذا أنا لم أشر إليها في هذه المرة، وجاءت هذه الإشارة عرضا في الدرس. ثم رأيت بفقه الواقع وفقه الأولويات أن حديثي عن العشر الأواخر من رمضان على جلالة قدره وعلو منزلته ليس بشيء قياسا للشريعة، فالشريعة هذه قضية دين وقضية إيمان، وتركها قضية كفر. فلو ترك الناس الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ما يكفرون، لو تركوا قيام رمضان ما يكفرون، لو تركوا صيام رمضان ما يكفرون، لكن ترك الشريعة كفر، لكن ترك الشريعة كفر، سيما في باب الاستحلال والاستبدال والتفضيل. فمن استحل ترك الشريعة كفر كفرا بواحا، ومن استبدل بالشريعة غيرها من القوانين الوضعية كفر كفرا صراحا. ومن فضل القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية فذاك شيء يفوق الكفر.
أما قولة الأئمة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهذا في من ترك حكما أو أحكاما جزئية لعامل شهوة أو رشوة أو قرابة أو منصب أو نحو هذا، كالقاضي يزور في فتوى أو يضل في قضية أو يجامل إنسانا لقرابة أو منصب أو يضل في الحكم لشهوة أو رشوة، فهذا الذي قال فيه السلف الصالح ابن عباس رضي الله عنهما وتلامذته عطاء ومجاهد والسدي: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أما ترك الشريعة بالكلية ورؤية أن القوانين الوضعية أفضل منها وأن هذا هو الذي يصلحنا وأنه ينبغي على الإسلاميين أن يسكتوا ولا يطالبوننا بتطبيق الشريعة وأننا مرضيون هكذا، والشريعة أو القوانين الوضعية اللي احنا عايشين عليها من 130 سنة كويسة وماشية وما فيش جديد وليك جديد، وانتوا عاوزين الجديد عشان أمريكا تحاربنا وإسرائيل تهاجمنا. لا لا، الأمر أشد من ذلك وأخطر. وإذا كان لكل وقت فريضة، الصبر في أول وقت البعثة، والهجرة حين وجبت، والجهاد حين فرض، فإن فريضة هذا الوقت هي تطبيق شرع الله، تطبيق شرع الله على أنه إذ لم يطبق فبطن الأرض خير من ظهرها، وعلى أن عذاب الله آت، وعلى أنه إذا قيل في الأحكام لو امتنع أهل بلد عن رفع الأذان فيهم ينبغي أن يقاتلوا، لو امتنع أهل مصر ختان أهل مصر يعني أي مصر بتاعتنا، وإن كان أهل مصر بتمنع، لو امتنع أهل مصر عن وجب على الإسلام أن يقاتلهم. لك أن تتخيل أهل بلد امتنعوا عن ختان الإناث، وما ختان الإناث إلى شرع الله. إذا امتنع أهل بلد عن ختان الإناث وجب على الإمام أن يقاتلهم. احنا عندنا المفتي قال ختان الإناث حرام، طول عمره يقول حلال حلال حلال، إلا في دي قال حرام وإجرام. منين؟ يمكن من فقه الشيعة ولا حاجة، يمكن يكون جابها من الحوزة، يكون جابها من أي حتة من الناس اللي بيستعديهم علينا عشان ما يبقاش رجل متشدد ويبقى من ضمن المتشددين اللي بيكتب فيهم كتب قاموا بتجريم وتحريم ختان الإناث في البلد، مع انه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله شيخ الأزهر السابق الرجل المحترم لما كان مؤتمر السكان الدولي سنة 94 جاء على البلد وجاء عشان يحرر ختان الإناث ويبيح الشذوذ وما إلى ذلك، وقف لهم بالمرصاد وقدر يبطل مفعول مؤتمر السكان، ونزل هدية تبع مجلة الأزهر فيها وجوب الختان، حكم وجوب ختان الإناث، وقال فيها الحكم ده إذا امتنع أهل بلد عن ختان الإناث وجب على الإمام أن يقاتلهم. الله أكبر الله أكبر، ختان إناث يوجب القتال، فكيف بترك شريعة الكبير المتعال؟ فريضة الجهاد عندنا القائد ساعة أنفسنا
وإذا لم يطبق فينا شرع ربنا سنرفع راية الجهاد. أولنا بأمريكا، لكن حرب الله أشد. أمريكا ممكن تحاربنا لو رحنا نقول طبقنا الشريعة، صحيح، وإسرائيل هتدخل البلد لو طبقنا الشريعة كلها. طب وإحنا متنا؟ لا، ما متنا، ولا حرب أكتوبر آخر الحروب. نستعد ونتهيأ ونعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أمريكا جربت مرة في أفغانستان، ومرة في الصومال، ومرة في العراق، عاوزة تقرب المرة الرابعة عندنا في مصر، أهلا وسهلا. لكن لن نكون بفضل الله لا زي الصومال وإن كانت سحلت في الصومال، ولا زي أفغانستان وإن كانت هزمت في أفغانستان، ولا زي العراق وإن كانت اتوعكت في العراق. لكن إن جاءت مصر فستكون بإذن الله الضربة القاضية، وسيكون الإثمار الأخير في نعش أمريكا كما انتهى الاتحاد السوفيتي إلى الأبد، لتنتهي أمريكا إلى الأبد، لترتفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتملأ الآفاق، لتنتشر في البلاد، ليهدي الله على أيديها العباد. وقد وعدنا بهذا وعدا أكيدا من ربنا سبحانه الذي لا يخلف الميعاد، ومن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولعلنا نحن الذين نوطئ للمهدي رضي الله عنه، فإنه يوطئ رجال لظهور المهدي يقيمون الخلافة الراشدة في أرض الله. أما وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لما قدمت إلى مسجد الرحمة بعد نحو 10 أو 12 عاما من انقطاعي عن الجيزة في مؤتمر بعد الثورة، الدكتور عبد الرحمن فودة كان يذكرنا بآخر لقاء عملناه في مسجد الرحمة مؤتمر، وكانت المحاضرة مني بعنوان الإسلام قادم. وذكرت الوعود من الله عز وجل ومن النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمبشرات، وكان منها آية النور، هذا الوعد الذي لا أستطيع الآن أن أشرحه، فقط أشير إليه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بس بمقابل في شرط قاله الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العقيدة الصحيحة يا إخوة، العقيدة الصحيحة التي لا يعرفها الصوفية ولا يعرفها التكفير ولا يعرفها الشيعة ولا يعرفها العلمانيون ولا الليبراليون ولا اليساريون ولا الناصريون، فقط يعرفها بفضل الله أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الذين يعيشون على منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هؤلاء أصحاب عقيدة صحيحة، يعرفون معنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يريدون تحقيق التوحيد الخالص، يحاربون الشرك الأكبر والأصغر، لا يقعون في البدع المكفرة عند الأضرحة وفي زيارة الأولياء وفي الموالد والمآتم وغير ذلك. تحقيق يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط، يتحقق معه الوعد مباشرة.
أما وعد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة فهو كالشرح لهذه الآية: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا أو ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. 5 مراحل تاريخ الأمة السياسي، مبدوءة بمرحلة مشاهدة والباقي غيب. المشاهدة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام النبوة، وما بعده غيب. فإن سألته من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. النبوة وقد ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، جاءت بعدها الخلافة الراشدة 30 عاما، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة الراشدة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا. فكانت على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، مجموع دول 29 سنة ونص. سيدنا الحسن خذ الخلافة 6 أشهر، كمل 30 سنة. تنازل عن الخلافة في عام الجماعة عام 41 هجرية لسيدنا معاوية رضي الله عنه، وبذلك يحقق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي دعواهما واحدة. فتنازل رضي الله عنه وارضاه بكامل طواعيته، وجل المسلمين معه عدا عن أهل الشام، ليحقن دماء المسلمين، لأن أهل الشام رفضوا يعطوا الخلافة لا لعلي ولا لمن بعد علي إلا أن يقتل قتلة عثمان، وكان الأمر قد أفلت من يد الجميع. ودي حتة كده، حتة بس يعني، لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخلافة الراشدة بعد 30 عاما، ونلاقيها على يد أبي بكر 2 وشوي، سيدنا عمر 10 سنين ونص، سيدنا عثمان حوالي 13 سنة، سيدنا علي 5 سنين ونص. يقوم الشيعة لا يرون الخلافة إلا في علي. سيدنا علي خذ الخلافة الراشدة 30 سنة، هو 5 سنين. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعد 30 عاما الخلافة الراشدة، فكان يثني على أبي بكر وعمر وعثمان وكذا حسن. سيدنا الحسن تنازل عن الخلافة طواعية، فهل أصاب أم أخطأ؟ كيف يتفق هذا مع العصمة؟ وإن كان هذا المبدأ عندنا الركن الأول في الإسلام كلمة التوحيد، لكن الركن الأول في الشيعة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة الراشدة 30 عاما، ولم تنحصر في خلافة علي اللي خدت 5 سنين ونص. وقال عن الحسن إنه يتنازع عن الخلافة ويحقن دماء المسلمين، وتنازل. إن كان هذا من باب الخطأ وهم يقولون بعصمة الأئمة فلا صح، فلم يبقى إلا أن يكون صوابا. طيب نعدي دي ونكمل بقية المراحل. قال ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا ورثي بالدولة ملك كل حكم ورثي. الحكم الجبري
اللي بتسمعه في ليبيا، بتسمعه في سوريا، في اليمن، واللي كان عندنا في مصر، وبرضه لسه يعني ما تطمنوش، ما حدش عارف. ايام حبلة انا كنت فكرت انه امن الدولة مشي، اتاري في بدائل عن امن الدولة. اعلام قايم بدور فظيع، الاوقاف قايم بدور الله اعلم. المهم انا جاي من سفر اول امس، والا فجر اليوم متعود لما اصلي الفجر اقول كلمه في الناس، بس مسجد اوقاف لقيت العامل بيقول لي معلش يا فندم عندنا تعليمات صارمه، يقول ما حدش يدي درس بعد الفجر. هو احنا رجعنا لعهد امن الدوله كده يا ابني؟ ده احنا بنتكلم في كل واحد. قال لا ده اتكتب فينا يا غلابه مساكين عشان الثلاث دروس اللي قبل ما تمشي. فلك ان تتخيل ليه امن الدوله رجع، ولا وزاره الاوقاف قايمه بدور امن الدوله، ولا ايه المواضيع فيها ايه بالظبط؟ انتبهوا يا ساده، انتبهوا يا ساده. ثم تكون حكما جبريا. الجبر موجود في كل الدنيا، سموه جمهوري، سموه ديمقراطي، دستوري، يبقى ورثي، يبقى غيره، يورث الحكم ما يورثوش. كل اللي كان هيورث الحكم انقلبت الامور عليهم، والحمد لله رب العالمين. لكن المهم الصفه الغالبه عليه اسمها ايه؟ حكما جبريا. في جبر، مش جبر هندسه. الجبر بمعنى الظلم والقهر ده موجود ولا؟ ودينا احنا عاوزين ايه من دولتنا دلوقتي بعد ما رجعت لنا؟ عاوزين الشريعه. حفنا من البشر، مش عاوزين يدونا الشريعه، مش عاوزين يخلونا نطبق الشريعه، عاوزين قاعدين يكرهوا الناس في الشريعه، يحاربوا الدين. لماذا الحرب على الدين؟ لماذا الخوف من شريعه الله؟ ما يقعدوا، ما يفكروا، ما يتعقلوا، ما يعملوا مفاوضات، ما يعملوا مناقشات، ما يشوفوا شرع ربنا ولا قوانين البشر. لكن الجبر اللي يخلي حفنة من البشر يتحكموا في 32 مليون مسلم، كلهم 4000 10,000 مليون 3 ملايين. طب والملايين دي كلها ال 82 مليون مسلم ممسوحين بأسلكة. انتبهوا يا سادة. ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع. عدت النبوة الخلافة الراشدة، حكم الورث، الحكم الجبري عشناه وعشنا أيامه السوداء. الثورة الخضراء ولا الحمراء، والناس اللي حضروا حكم عبد الله، حضرنا حكم السادات، حكم مبارك، غير حكم مبارك. 30 سنة ولد وتعلم، خرج من الجامعة، دخل الجيش أو ما دخلش، واتجوز وخلف وما يعرفش غير مبارك. مبارك عليكم. 30 سنة وكلها طوارئ وطوارئ بالهمز ومن غير همز، وعشناها أياما كتبت علينا. كان أكثر الناس اللي عانوا في ظل حكم الثورة وما بعد الثورة الناس أهل التدين، وبالذات اللي بيقولوا شرع ربنا فين. إنما الصوفية طول عمرهم ما قالوها ولا هيقولوها. يقفوا في المسيرة مع العلمانيين في الصف الثاني لمحاربة شريعة رب العالمين. هذه العقيدة الفسدانة عشان تعرفوا. شوفوا العقيدة الفاسدة عملت فيهم ايه؟ تخلي المسيرة تطلع. عشان احنا كناس اسلاميين عملنا مسيرة ونجحت 5 ملايين، قالوا يلا طب ما تيجوا نعمل احنا. طب ده هم كلهم حفنا قد كده، لا راحوا ولا جم العلمانيين على الليبراليين على اليساريين، ما تجيبوا معانا الصوفية، يلا يا جماعة ويلا يا جماعة وبس. كده الفاسدة. ربنا ادانا فرصة نتكلم، طب خليه يتكلم، خليه يتكلم. إلا أرى
يقدر يتكلم. نفسي يقول نطالب بتطبيق شرع الله، متبني الوثيقة اللي كتبها. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أيها السادة انتبهوا. العقيدة التعبانة تخلي الصوفية يقفوا جنب العلمانيين وتخلي الخوارج يخرج آخرهم مع الدجال وليس مع المهدي. عشان تعرف أهمية قول الله يعبدونني لا يشركون بي شيء. الصوفية واقفين جنب العلمانيين مسيرة واحدة، والخوارج يخرج آخرهم مع الدجال. لما سيدنا علي قاتل الخوارج قال الحمد لله الذي أراحنا منهم، والحمد لله الذي قضى عليهم. سيدنا علي قال لا والله إنهم لفي أصلاب الرجال، إنهم لفي أصلاب الرجال حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ثم تكون حكما جبريا عايشينه. وبنقول لعل الثورة الحمد لله تكون نهاية الحكم الجبري، لأنه بعد الثورة شوف كل الدعاة اللي كانوا مكممين الأفواه رجعوا يتكلموا. المساجد اللي كانت ممنوعة من الدعوة رجعوا. يا رجل أنت عشان تعمل محاضرة مش جمعة، عشان تعمل أسبوع ثقافة كنت تبوس إيد المخبر نفسنا وعلى خاطرنا وتدي هدايا وتقدم رشاوى وكل ثقافة وتجيب الشيخ يدي درس. بعد الثورة الحمد لله ما فيش الكلام ده. بنتكلم قبل الثورة كان تعريض، دلوقتي التصريح والحمد لله. وبعدين صحيح احنا تحت الرقابة برضه، ما حدش استدعانا، لكن في رقابة، ما حدش قال لا. لكن وصلنا لمرحلة ما ينفعش نرجع فيها لورا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. دي شريعة فانتبهوا يا سادة. ثم تكون حكما جبريا، ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون الراشدة كده وبس. لا، على نهج النبوة. صل عليه، صل على نفس الوصف الأولاني بعد النبوة، ثم تكون خلافة الراشدة على نهج النبوة مرة ثانية وأخيرة، والعاقبة للمتقين. بعد الحكم الوراثي والحكم الجبري ثم تكون خلافة الراشدة على نهج النبوة. مش ممكن حاجة فوق الخيال عشان ترجع فينا خلافة راشدة على نهج النبوة تفكرنا بأيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والله إن ذلك لكائن كما أنك الآن ها هنا. مش ممكن. هو حد كان ممكن يسيب الحكم ده؟ كان لو واحد قال له تصور أنا نمت الليلة دي وشفت في المنام إنه مبارك ساب الحكم. يا راجل زمانك كنت عريان، روح اتغطى. اللي انت بتحلم بيه النهارده او اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام ثم تكون خلافه راشده، لكن والله هو حقيقه. وان ذلك لكائن كانك الان هنا تسمعني وتراني. قل عسى ان يكون قريبا. عاد شويه استعداد، شويه رجول. هنا قاتل لو يشاء الله لم، ولكن يبلو بعضكم. والذين كفروا لله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ليه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. القضية بتاعتنا شوف، روح لف وتعالى، روح وتعالى، كله هتلاقيه بيدندن حول الشريعة. والذين كفروا، ما قالش حد تاني، كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ليه يا رب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. اللي بيعملوه عندنا دلوقتي العلمانيون والليبراليون واليساريون والنصريون، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. مش كده بس، ده في ذات السورة فأحبط أعمالهم. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا، هذا حكم يساوي حكم ربنا؟ ما يقعدوا على مائدة المفاوضات وطاولة الأبحاث طلعوا الحاجة اللي لقوها في القوانين الوضعية أحسن من شرع ربنا. احنا مستعدين ناخدها، احنا مستعدين، بس تطلعها لنا. قل إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. دي تنزلات من باب الافتراض الجدلي، هذا ربي. وإلا فنحن على يقين أن شرع الله لا يدانيه شرع، وحكم الله لا يساويه حكم ولا يضاهيه قانون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شريعة ربنا عامة شاملة عظيمة تبحث عن مصالح الناس، تحقق مصالح الناس حيثما وجدت المصلحة، حيثما كانت الشريعة. قضية مش زي ما هم فاهمين، نحاول نفهمهم من الشريعة دي عامة وشاملة وعظيمة، وناخدها بالراحة برضه، بالراحة بس نقبلها، لأن ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد من قبولها حتى يحكموك فيما شجر بينهم كبر أو صغر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، مجرد حرج أو ضيق أو شك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسألة ما تحتملش غير كده. نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما نعمل ونعمل زي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال له ابنه بعد ما تولى الخلافة عبد الملك كان معروفا قال له يا أبتاه ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق. يا بني أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. خلاص احنا مش هنحمل الناس على الحق جملة واحدة أبدا أبدا. احنا كل الحكاية هتلاقي بس في ظل الشريعة جو كده زي جو رمضان، زي ما عندنا ضوء أخضر نصلي، ضوء أخضر نصوم، ضوء أخضر نعتكف، ضوء أخضر نصلي القيام، ضوء أخضر نقرأ القرآن. يبقى عندنا ضوء أخضر لكل ما هو صالح، لكل معالم الدين. ويبقى تلاقي المساجد في رمضان وفي غير رمضان عامرة، في غير رمضان عامرة زي ما هي عامرة كده في رمضان. يبقى تحس ان انت في بلد مسلم، مساجد عامرة. هنخلي الناس اللي ما بتصليش تصلي؟ لا. امال هنعمل ايه؟ واحنا في ظل الشريعة الإسلامية المصالح الحكومية وغير الحكومية مغلقة وقت الصلاة. يقوم حتى اللي رايح يقضي مصلحة عارف المصلحة مقفولة، طب اروح اصلي، اروح اصلي، يصلي منه النفس
حد يجبره على انه يصلي. يبقى في امر معروف وفي نهي عن منكر. الناس بس اديها ضوء اخضر وشوف الدين هيبقى في مصر عامل ايه. هم نفسهم بس في ضوء اخضر بس. ده كل الانبياء كان ربنا يقول لهم روحوا لاقوامكم. كل نبي راح لقومه الا سيدنا موسى قال له روح لفرعون. لو آمن ده هتلاقي كل المصريين وراه. اذهب إلى فرعون، هتلاقي فيه اذهب إلى قومك وإلى أهل مصر؟ لا، اذهب إلى فرعون. على إنه ده يوم ما يؤمن الشعب المصري 100 زي ما ربنا قال عن شعب مصر مع فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. فبس يديهم الضوء الأخضر على إنه تدينوا زي ما انتم عايزين. خايفين من امن الدولة، ياما نساء عاوزة تنتقم خايفين من امن الدولة، ياما كل حاجة. الشريعة بتقول لنا يا جماعة احنا عاوزين ندير ربنا مرضاة ربنا، مش الشريعة دي مش زي ما الاعلام بيصورها. فانا قلت لك بيصوروا الشريعة لانها عقوبات وحدود، والحدود يحصروها في ايه؟ في السرقة والزنا. طب ما انا قلت لك ما هنقطع ايد سارق واحد ولا نجلد ولا نرجم زاني واحد بالشريعة، مش بهوانا، بالشريعة. انما الشريعة دي اللي تخلينا نساعد الناس على انهم يصلوا وقت الصلاة باغلاق المحلات والمتاجر والمصالح الحكومية وقت الصلاة. الزكاة هنعمل لهم بيت مال للمسلمين عشان نطلع الزكاة احنا اللي نوزعها، يبقى في بند والعاملين عليها. عشان الزكاة السنة دي محتاجينها في الصومال، يبقى تروح الصومال. الزكاة السنة دي محتاجين نوديها فلسطين وغزة نوديها غزة. الزكاة السنة دي محتاجين نوديها الشيشان نوديها الشيشان. الزكاة السنة دي محتاجينها فقراء مصر يبقى فقراء مصر. وزي ما بقول لك يوم ما نطلع الزكاة بحقها هتطلع زكاة البترول، زكاة المعادن، زكاة الزروع والثمار، زكاة عروض التجارة، الذهب والفضة، الأموال، وتجمع كل ده وبطيب نفس وابدأ وزع. والله ثم والله ثم والله إنه يأتي عهد عمر بن عبد العزيز اللي حصل فيه هذا الذي سأقوله على إنه حقيقة ولا حلم ولا خيال. جمع مال المسلمين الزكاة وحطها في بيوت مال الإسلام. وابنوهم مش مجرد عطية بس ولا حاجة تسد الجوع، لا، ده كان الواحد ياخذ يحمل مشروع السنة الجاية بيطلع زكاة. من حكم الزكوات قالوا ادينا الفقراء والمساكين يا أمير المؤمنين، بيوت مال المسلمين ملأى. انظروا الغارمين، كل من لم يستطع سداد دينه فسداد دينه من بيت مال المسلمين. نفذنا يا أمير المؤمنين بيوت مال المسلمين ملأى. انظروا عتق الرقاب، وفي الرقاب كل من لا يستطيع أن يعتق نفسه أو يعتق رقبته فعتق رقبته من بيت مال المسلمين. اعتقناهم ما عندناش ولا عبد يا أمير المؤمنين، خلاص بيت فكر سيدنا عمر كل شاب مسلم فزواجه من بيت مال المسلمين. كم مليون شاب عندنا عاوزين عمر بن عبد العزيز؟ كم عانس عندنا؟
جديد في جديد. الصيام تضيع للأوقات، تضيع للقيام، تضيع لقراءة القرآن، تضيع لتقوى الملك العلام. لعلكم تتقون. تيجي واحد قاعد مع التلفزيون ليل ونهار وحريص على انه يشوف الفيلم ويشوف الفزوره والمسرحيه التمثيليه، يجي ازاي يعني؟ فاحنا في ظل الشريعه نقول لا، دين زي الحاجات القنوات الدينيه اللي عندنا ونهذبها كمان، نصلحها. راجل يعني لما تيجي تقارن بين القنوات الدينيه وغير الدينيه تلاقي الدنيا يعني الناس كلها قاعده تتفرج. لكن نحسن المجتمع، دي شريعه تساعد الناس، تظبط لهم المسائل، يحج على حساب الناس، يحج واللي ما يقدرش يحجج ولا نهججه. شريعه ازاي تحسن المعاملات، واحل الله البيع وحرم الربا. كل البنوك الربويه دي مش بس بين الحلال والحرام تعرف. تعالوا يا عمر بدل ما بتاخذ الفايده بتاعتك مقدما 11%، لا هنحسبها لك ان شاء الله ربع سنه ونصف سنه او سنوي. على رزقنا على الله في المكسب والخسارة. 50% أصحاب رؤوس الأموال، 50% وخلاف. الفلوس تاخذ دورة دورتين 3 دورات، طلعت الأرباح 50 60 70%، نقسمها بالنص. لا تظلمون ولا تظلمون. المفتيين يقولوا لا ده مش ربا، ده فوايد. لا مش ربا، ده عوايد. لا مش ربا، ده استثمار. اخص على كده. ثم هو ممكن تقول لا ده مش خمره، ده بيره. لا مش خمره، دي بوس. لا مش خمره، دي شمبان. لا مش خمره، دي بوس. العبره ليست بالاسماء. انت كذا وواجباتك كذا. يا سلام الحاكم المسلم اللي يعرف كل دي على الشعب المسلم. لما ربنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. إنما لما يكون لا شرع ولا شريعة ولا بيعة شرعية ولا كذا ولا خروج على الحاكم، طز فيكم وفي الحاكم. خروج على الحاكم هو تجيب لي الأحكام الشرعية تطبقها على حاكم غير شرعي. أحكام شرعية تطبقها على حاكم لا يريد شرع الله. وتبقى فتنة في الشباب المسلم على الثورة 8 شهور. شرعية خروج على الحاكم. حاكم لما تشوف الحاكم كان بيعمل، شوف ظلم الحاكم، شوف كفر الحاكم، شوف عدم تطبيق شرع الله. شرعية ايه اللي انت بتقول عليه؟ هذه المرجئة اللي بتوع العصر. إن شئت أنبأتكم بأسمائه. وأن المسائل ما تبقاش كده. خلاص في إجماع من علماء المسلمين أهل الحل والعقل أن هذه الثورة إسلامية وأنها تغيير وأنها ليست الحاكم، وأن الحاكم ليست له صفة شرعية وأنه لا يطبق الشريعة الإسلامية، ومن ثم فالخروج عليه جائز. كل ده بيانات نزلت أيام الثورة، إحنا نسيناها. بندور دلوقتي على تطبيق الشريعة. لسه شباب متدين بدأني يقول لي لا يصح، وده خروج على الشرع. شرعية ايه يا ابني؟ ولسه قاعدين يقول لك وان جلد ظهرك واخذ مالك. يا ابني خلي بالك في امام شرعي. وبعدين الرواية دي ما تقوليش هي دي اللي راحة تجاد، مش هي دي.
ليهم السمع والطاعة. لكن وأولي الأمر منكم، ليه ما قالش وأطيعوا أولي الأمر؟ عشان لا طاعة لهم إلا في طاعة الله وطاعة الرسول. وليه قال منكم؟ عشان لما يبقوا مش منكم ويبقوا من الأمريكان يبقى ما لهمش سمع ولا طاعة. الله، هو بس احنا بنقرأ القرآن وخلاص، وفيكم اللي ختم القرآن كم ختمة في رمضان، لكن فين؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. منكم معاشر المسلمين المؤمنين المحتكمين لشريعة رب العالمين، لأنه بيوالي اليهود والنصارى، ولا إنه بيسمع كلام الأمريكان وإسرائيل، ولا إنه بيحارب أولياء الله الصالحين، ولا 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 صفة شرعية تلعب تديها لإمام ظالم جائر لا يطبق شرع الله. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، وأنا ينبغي أن أسكت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.